السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الحلقه اللي فاتت. نزلت فيديو قبل كده وهسيبه لكم فيديو مقترح فوق اصوات الحروف، وعرفنا ازاي هننطق لاولادنا الاسم الحرف، وكمان نعرفه صوته، وازاي ندرب ولادنا على شكل الحرف كابيتال وسمول. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ وده كان سؤالكم، ده اللي هنشتغله في الحلقه دي. بس قبل ما ابدا اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتي اول باول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. معاكم مس آية، يلا نبدأ. أول حاجة هعرفها لابني بعد ما اتأكد إنه عارف أصوات الحروف وأشكالها كابيتال وسمول، هدخل على الخطوة دي. هبدأ أعرفه إن عندي حروف كونسونانتس ساكنة، وعندي حروف فاولز الحروف المتحركة. هشرحها له ازاي؟ انا هقول له ان حروف الهجاء دول 26 حرف. عندي كام حروف؟ letters of English، حروف اللغة الإنجليزية عبارة عن 26 حرف. ال 26 حرف دول منهم 21 حرف ساكن وخمس حروف بس متحركة. طيب نتعرف على الحروف الساكنة الأول. البي والسي والدي والاف والجي والاتش والجي والكي والال والام والان والبي والكيو والار والاس والتي والفي والدبليو والاكس والواي والزي. طب دي يا ميس لازم اخلي ابني يحفظها؟ لا، مش لازم خالص ان الطفل يحفظها، هو هيكون عارفها لما اعرفه الفاولز. طب ايه هي الفاولز؟ الفاولز دي الحروف المتحركة. ليه سميناها متحركة؟ سميناها متحركة لان هي اللي بتحرك اصوات الحروف وبتغير صوتها. طيب ايه هما الخمس حروف الفاولز دول اللي لازم الطفل يحفظهم؟ هما الاي، ايه ده؟ هما الاي والاي والاي والاو واليو. ممكن استعمل ايد ابني واخليه يرسمهم واحفظهم له بالشكل ده A E I O U، وممكن اكتبهم كده A E I O U. وممكن كمان استخدم شكل الفيس اللي هو الاي والاي عندي دول العين، والاي النوز، والاو هو الفيس الكامل، واليو هي الماوس او البق. A E I O U، اي شكل من الاشكال دي. المهم ان احنا نستخدم شكل بحيث ان الطفل ينطبع الشكل ده في دماغه فيفضل فاكرهم. يبقى هقول له A E I O U. ممكن كمان نقول له عليها اغنيه بحيث انها تربط معاه قوي وما ينساهاش. هقول له الاي ضربت الاي، قالت اي، راحت تشتكي للاو، قالت يو، كل شويه تتخانقوا اي 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 او يو، اي 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 او يو. وبكده ابني هيكون حفظ حروف الفاولز. طب بعد ما يعرف الفاولز هقول له هم دول الخمس حروف المتحركه، بعد كده كل الحروف تبقى ساكنه كونسونانتس. اوكي؟ وبكده اكون عرفت ابني الحروف الساكنه والحروف المتحركه. استخدم اي رسمه من دول واثبتها، احفظه الاغنيه عشان حتى لو نسي يقدر يفتكرهم، اعرفهم له على صوابعي. A E I O U، الاي ضربت الاي، قالت اي، راحت تشتكي للاو، قالت يو، كل شويه تتخانقوا A E I O U. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده هي اللي هتكون في الفيديو الجاي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك، ما تنسوش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. الموضوع سهل جدا، بس تابعوني. دمتم بخير، باي.